صباح الفل، مساء الفل، على حسب ما انت بتشوفنا من قناه عمده خليفه على اليوتيوب. تحياتي لكل واحد فينا بره مصر جوه مصر. بص يا باشا، دلوقتي تمام اغلبنا تمام بيقول لك مش عارف البيض مخصب ولا مش مخصب. انا هوريك عملي ازاي تعرف البيضه مخصبه ولا مش مخصبه. بس قبل ما اوريك عايز اقول لك على حاجه. معروف من طبيعي تمام الحمام هيبيض اول حصوايه بيريح يوم، ثالث يوم بيبيض الحصوايه الثانيه. طيب انا امتى بكشف؟ اول حصوايه بتنزل دي انا ما ببصش عليها، ما بجيش جنبيها، واستنى اليوم الثاني تمام اللي هو ايه الفاصل، اليوم الثالث البيضه الثانيه او الحصوايه الثانيه. يبقى انا كده عندي حصوايتين في 3 ايام، يوم حصوايه اولى، ثاني يوم راحه، ثالث يوم النتايه بتجيب لي الحصوايه الثانيه. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طب انا عايز اعرف امتى هي بتمسك يعني بتعمل عقد دم او خط دم. اول بيض عاجد تمام هقول لك، اول بيض معرك هقول لك، كل ده في كلمه واحده، يعني البيضه جواها جنين ولا لا. تمام، بس هي لغه غواي ومن كل بلد لبلد ليها لغه. طيب انا امتى ببص على البيض بكشف على البيض؟ بعد 4 ايام او 5 ايام من الحصى. تمام، ورايح دماغي بخليها بعد 5 ايام، يعني بسيبها اول يوم كحصوه بتنزل اول حصوايه، وتريح يوم النتايه، وثالث يوم بتنزل الحصوايه الثانيه، وبتقعد اليومين دول. اول حصوايه بتبين معايا ان هي اللي هي اول واحده. ازاي بعرف ان دي متبضه اول واحده وازاي اعرف ان البيضه متبضه ثاني واحده؟ هقول لك الحصوايه الاولانيه ازاي بتبقى باينه والحصوايه الثانيه بتبقى باينه ازاي. تعالى معايا يا باشا. بص يا باشا، ده عندنا قص بلدي بتاع اخونا ابراهيم. تمام، هو مش بتاع ابراهيم اساسا، هو بتاع توكا بصراحه ابنه. تمام يا رب. تمام، بص كده يا باشا، اول حصوايه هنا. طب احنا كده ايه، خليك زي ما انت كده، هنطفي بس الكشاف دلوقتي عشان خاطر ايه الحصوايه تبان. بص كده اول حصوايه هنا عامله ازاي، مش مبينه، هي باينه عندنا يا دوب خط حاجه خفيف خالص كده ايه دم. طيب دي الحصوايه دي تمام، الحصوايه دي اللي هي الحصوايه الثانيه مش الاولانيه. بص كده الاولانيه لما اتحصت، بص كده يا باشا، شايفين اهو، ادي الجنين اللي هي النقطه دي، ده الجنين تمام، ودي الحصوايه الاولانيه. دي كده عندي الحصوايه الاولانيه، والحصوايه الثانيه برضو اهي، بس مش باينه عندك هنا كويس، بس باينه عندنا، هتلاقي فيها ايه خط احمر كده خفيف. تمام، دي لسه تمام الدم بتاعها بيعقد. يبقى انت هتعرف تفرق انهي حصوه متباضه. الحصوه الاولانيه اللي هي دي اهي، يا رب تكون باينه اهي. انا وريتها لك في الاولانيه عشان خاطر الكشاف عندي على التليفون مش مبينها. تمام، هطفي لك الكشاف تاني وهوريها لك تاني، خليك معايا. تمام، بص كده معايا، هوريك اول حصوايه. نطفي الكشاف، دي اول حصوايه متباضه اهي، شايف عامله ازاي معرجه. تمام، معرجه يعني العروق الدم ماشي. فيها جنين يعني اهو، ده هو الجنين. تمام، مخصبه نفس برضه هو الكلام، بس هي من منطقه لمنطقه بتختلف. بص كده يا باشا اهي، شايفينها كده الحصوايه دي عندي معرجه تمام، وفيها جنين، وربنا يبارك لصاحبه. طيب يبقى انت كده عرفت ان دي الحصوايه الاولى، دي الحصوايه الاولى، ودي الحصوايه الثانيه. يبقى انا كده فهمت تمام ان عندي كده حصويتين دول معرجين يعني مخصبين يعني جواهم جنين. تمام، بحطهم تحت الزغاليل، تحت الاهالي يا رب اسف، تحت الاهالي، وبكتب التاريخ بتاع اول حصوايه، ثاني حصوايه يا رب اسف، من ثاني حصوايه ابدا اكتب التاريخ. بكتب التاريخ هنا مثلا على ايه، على حته الخشب دي على حسب ما انت وامكانياتك. حته خشبه بقلم في الماستر ماشي، عندك ورقه تمام وقلم وتكتب وتحط دبوس ماشي، عايز تفتكر تاريخ على التليفون بتاعك برضو ماشي، بحيث لما يكمل 21 يوم في الشتاء، 21 يوم في الصيف، 18 يوم في الشتاء، احنا وقت في الشتاء يبقى عندي 21 يوم والحصو ده هيفك. طيب اللي ما فكش بعد 21 يوم بتدخل انا، بجيب الكشاف، بحط الكشاف زي ما انا منور كده، بحط الكشاف عليه الحصوايه وببص بلاقي الزغلول من جوه بيخبط كده. تمام، مش قادر يطلع ليه، قشره البيضه تمام سميكه شويه. ببدا انا ايه افتح له وابدا اطلعه، ببدا اطلعه، واوريك فيديو برده وانا بطلع الزغلول ازاي انت طلع الزغلول، وازاي ممكن افتح له واسيبه ماشي. برضه هيبقى عملي عشان ما تتوهش مني، كلام النظر ده ملوش لازمه. خليك العملي، العملي هيريحك لما تشوف حاجه بعينيك وتتعامل ازاي هتبقى انت فاهم. اما لو انا قلت لك كلام في كلام في كلام في كلام ملوش لازمه، كتر الكلام ملوش لازمه، خلي بالك ماشي. ولو عجبك الفيديو اللايك والاكسبلور بتاعك، واشوفك على اليوتيوب على قناه عمده خليفه، واستنى منك التعليق بتاعك. سلام عليكم.